القطاع المندولين اشهر واحسن قطاع نزلت السوق، ده اللي بيتقال عنها. تعالوا بقى احنا جبناها على الطبيعه، هنشوفها وهنجربها، وكالعاده هنحكم عليها هل هي حلوه ولا وحشه. يلا بينا. ادينا رحنا جبنا كل الخضار اللي في السوق، خيار بقى وجزر وطماطم وبطاطس وكل حاجه، وادينا جبنا القطاعه دي بالشكل الاساسي ده. قطاعه هنشوفها بقى سلسه جدا، سهله جدا، ولا صعبه وملهاش لازمه. يلا بينا نجرب. اول حاجه في القطاعه دي انها بتتفتح كده، وفيها جوان سيليكون من تحت عشان لما تتحط كده على الرخامه تثبت. دي اول حاجه فيها. تاني حاجه فيها يا جماعه ان احنا بنحط العلبه دي بتتركب بالشكل ده كده اهو، وبنرفع الكليبس ده لفوق كده وبتبات، يعني دي ما بتتشالش خلاص اهي. وكمان ما بتتحركش، يعني انا بحركها اهي كده ما بتتحركش. دي بقى عشان خاطر لما نحط جواها الحاجات نبدا نزق، لما تخلص تبقى قطعه صغيره نبدا نزق بكده. طب هي بتنزل ازاي؟ بتتلف كده اهي وتطلع اهي بالسوسته اللي انتم شايفينها دي. اما الدرج ده بيخش من هنا كده بالشكل ده عشان حاجات تقع فيه. طب الفكره بقى بتاعتها ايه؟ ان هي بتعمل البطاطس صوابع وبتعملها شرايح يعني. طب الشرايح بتتعمل ازاي؟ طب نشيل دي كده عشان تبقى واضحه في الفيديو. بصوا احنا عندنا هنا سكاكين داخليه. السكاكين الداخليه ديت عندنا اللفتين اللي جوه دولت اللي بالشكل ده، احنا لما بنلفهم كده اهي شمال ويمين بيعملوا ايه؟ بيطولوا السنون اللي احنا شايفينها دي. تطويل السنون ده بيبقى مسؤول عن ايه؟ عن حجم البطاطايه اللي هي الصوابع، يعني حجم الصباع بتاع البطاطايه اهو. اهي بتطول للاخر وبتقصر على الاخر. طب تعالوا قبل ما نجرب موضوع اهي بتطول للاخر وبتقصر للاخر، قبل ما نجرب بقى الموضوع ده يا جماعه تعالوا نجرب الشيبسي الاول، اللي هو اسهل حاجه. هنجرب الشيبسي. نحط اهو بالشكل ده، بنحط الدرج بتاعنا. هنجيب بطاطايه ايه صغيره كده تعبانه بعافيه شويه، هنجربها. اصل انا بقى يعني انا بصرف، انا راجل. شفتوا التعليق الكومنت اللي هو انا بكسب على قلبك قد كده؟ انا بكسب على قلبي قد كده وبصرف. يلا بينا نجرب. بنحطها كده بالشكل ده اهو، ونحط كده عليها الدرج ده. بصوا في حاجه بقى، هي طلعت لنا البطاطس بالشكل ده عريض اهو، عريض جدا وتخنته عاليه جدا. احنا بقى لو عايزين نضيق الموضوع ده نعمل ايه؟ اهي اشيلها عشان برضو نعرف الموضوع ده، عشان لو عايزين بتاع الشريحه تبقى رقيقه. شايفين البكره اللي تحت دي اهي؟ بنلفها شمال ويمين. لما بنلفها شمال ويمين بتبدا هي اللي تتحكم لنا في مستوى بقى ايه. شايفين الجزء ده بيخرج ويخش. انا خليتها مثلا مش هنخليها اضيق حاجه، هنخليها الوسط اهي. نحطها تاني ونحط البطاطايه كده اهو. طبعا عشان احنا شلت دي عشان خاطر تبقى باينه معانا اهو اهي. بصوا بقى الفرق ايه، يعني هتبان في الفيديو. دي تخينه ازاي ودي رفيعه، دي بتتحكم في مستوى الشيبسي. طب هي سهله بقى وسريعه ولا لا؟ تعالوا نشوف بسرعه كده في الفيديو. ادينا حطينا البطاطايه بتاعتنا اهي، ونزنوا عليها بدي اهي. اهي سريعه جدا وقويه جدا اهي. انا شايفها في البطاطس الشيبسي جميله، يعني نقدر بقى نرقق نطخن براحتنا. هي جميله بصراحه والله، يعني انا شايفها سلسه معايا. هي ممكن اكون انا مش عارف اتحكم فيها عشان المكان هنا. طيب نجرب مثلا في حاجه تانية. نجرب مثلا في الخيار مثلا، احنا عايزين، او الجزر، نعمل الجزر ده شرايح اهو اهي. اهي بتنزل اهي اهي. الجزر جميل جدا ملوش طعم. وهكذا بقى في الخيار، وهكذا في الحاجات التانية اهو. استنوا كده احسن. تعالوا بقى نجرب في ايه، في الصوابع. الصوابع بقى يا جماعه، احنا تخنت الصباع برضو نشوف التخانه اللي احنا عايزينها، هنخليها بقى اتخن حاجه عشان ما يتحرقش وينشف معانا في الزيت. وهنطول بقى الصوابع دولت. هنطول طبقه واحده بس، ونحط البطاطسايه دي مثلا اهي اهي. بس عشان انا عامل بطاطسايه كده بالطول اهي. طبعا بقى احنا نعمل ايه براحتنا بقى. عملت صوابع زي الفل. طبعا احنا عايزين برضو نتخن نرفع. وبرضو للامانه انا مش حاسسها قوي في الصوابع، بس هي حلوه يعني، هي عملت صوابع اهي. اتخن ارقق كل الحاجات دي بتحكم فيها من ورا كده، اللي هو اعمل الصباع تخين رفيع رقيق.
والشيبسي اهو. اديكوا زي ما انتم شفتوا يا جماعه بتاع هي، يعني هي انا شايفها ان هي ضعيفه، ضعيفه جدا، مش اللي هي بتاعت العمر يعني، مش عمليه يعني. لا ممكن نجيبها نعمل بيها شيبسي كده لمده ايه 5 6 مرات نفرح العيال، وبعد كده ايه بتتكسر يعني. ف يعني ما انصحش حد يشتريها من الاخر كده. ما انصح اللي عايز حاجات عمليه ما انصحش حد. بص هي مفكوكه اصلا، هي لحقت ولا لسه ولا عملت ولا بتاع، وانا بقى احاول ارجع الكميه اللي انا جبتها وخلاص، ولا احاول اعمل انا بيهم بطاطس. والارزاق بالله، ولما تيجوا المعرض هوريكم انا جايب منها قد ايه يعني. او اعملوا فيها معروف واشتروها وخلاص، اعملوا بقى اول 3 4 مرات وربنا ايه يعني يقدركم على فعل الخير. شكرا.